طيب خراج مزمن ايش الحل؟ خراج مزمن تحت الضرس او خراج مزمن متكرر بشكل كتير تحت الضرس، حله حاجه من اتنين، وده يرجع لبنيان الضرس نفسه. يعني الباقي من الضرس هل يقدر يستحمل ويكمل وان احنا ناكل عليه ويستحمل المضغ بعد كده؟ لو يقدر يستحمل او الضرس اللي باقي منه كويس، ففي الحالة دي بنعمل حشو عصب. حشو عصب مظبوط، القنوات كلها متنضفة كويس ومحشية كويس من أولها لآخرها، وبعد كده بنحط عليه طربوش، وده بيستحمل بإذن الله والخراج هينتهي بإذن الله. لكن لو الضرس متهدم جامد متكسر جامد الباقي فيه قليل ما يستحملش، في الحالة دي بنخلع تمام وبنحط زراعة. بس ده الحل بتاع الخراج المزمن المتكرر. ولو كان الضرس ده محشي عصب برضو بنعمل اعادة حشو عصب، لو هو طبعا يستحمل بنعمل اعادة حشو عصب، بنشيل الحشو القديم وبننضف كويس تاني ونتأكد ان احنا منضفين كويس جدا، ونوصل لغاية اخر القنوات وننضف كويس ونقفل برضو كويس، نحشي كويس لغاية اخر القنوات. ده حل الخراج المزمن. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز ناس طب الاسنان. لو عندك اي اسئله تانية سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.